السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بقى السيرك الروسي. طبعا احنا رايحين جايين عليه من هو لان هو جنب السكن بيننا وبينه دقيقتين، فرايحين جايين كل شوية عايزين ندخل السيرك الروسي. فدخلنا. بس يعني هي احسن حاجة كانت فيه هو البلياتشو، لكن غير كده لا. ده طبعا فقرة العجلة اللي هو بيطلع على العجلة ده وبيتنطط وبيمشي بيها والحاجات دي. في طبعا في فقرات تانية في اللي هو بيحط زي حاجات مدورة كده وبيطلع فوقها، وبعدين حط كوبايات كم عمل ارتفاع بالكوبايات كده وطلع عليه. دي طبعا كانت برضو فقرة حلوة. في كمان فقرة بتاعت موتوسيكل اللي هو بيخش جوه دايرة كده وبيمشي فيها برضو، بيطلع لفوق لتحت. دي الفقرة اللي بقولك عليها، اللي هو بيحط على حاجات ويقف عليها وبيزود طبقات بالكوباية الشاي كده. عمل تقريبا 4 طبقات ووقف عليهم وهو واقف. هي طبعا خطر برضو، ربنا يحميهم، اكل عيشهم بقى. في كمان فقرة طبعا ما شفناش اسد هناك، يعني طلعوا اسد صغير كده عشان العيال تتصور معاه. طلعوا القرد والتعبان ده عشان الناس تتصور معاه، عشان طبعا يتصوروا ويلموا فلوس منه. الفشار هناك تقريبا معرفش، كان بيقول واحد ب70 جنيه ولا بكام. ازازة المية ب35 جنيه، يعني الحاجات خرافية ما شاء الله. طبعا قدام السكن، واحنا قدام السكن الاسعار هناك طبعا بتبقى زياده، يعني اعلى من ما تنزلي السوق وتجيبي الحاجات. لكن جوه السيرك كمان زياده. في كل مكان بتلاقي الاسعار فيه طبعا سياحيه على ما اعتقد يعني. آه، كانت ممتعه. التذكره تقريبا كانت بكام؟ كانت بكام التذكره مش فاكره. ب70 تقريبا، 75 تقريبا. ايوه في الحدود دي. التذكره تقريبا ب75 حاجه زي كده. هناك هي مش غالية طبعا. ده السيرك الروسي. في طبعا سيرك اللي هو بتاع الحلو ده. ما كنتش اعرف، ولا كنا نعرف ان في سيرك تاني هناك. لو كنا نعرف كنا رحنا اللي احنا نعرفه يعني. السيرك الروسي ده طبعا فيه اعلانات بره جامدة، من بره تخش جوه ما تلاقيش حد شخص روسي معدي، هو الاسم على الفاضي يعني. كان في كمان فقرات ايه تاني. كان في فقرات ايه تانية يا نورين غير البلياتشو والموتوسيكل. انا سبتهم ومشيت بصراحه، ما كملتش يعني. خلصت البلياتشو وهم طالعين يتصوروا، انا سبتهم ومشيت وهم كملوا وروحوا على البيت. ده فكره البلياتشو كان لذيذ والله. طبعا البلياتشو من كتر ما هم ما عندهمش فقرات يعملوها، حطوا كمان فقره للبلياتشو في الاخر كده، ان هو بيرمي كور على الناس والناس تردها له. كان في فقره ايه تاني. موتوسيكل. في تقريبا ساحر. فقره الساحر اللي هو كان موجود برضو، هتلاقيه في الفيديو هو شغال في النهايه كده. آه، يعني انصحكم بيه؟ لا ما انصحكوش بيه ابدا ان انتوا تروحوا السيرك ده. جربوا السيرك الحلو، جايز يطلع احسن منه. السيرك بتاع الحلو. انا بحاول لما افتكر حاجه وانا هناك ان انا اقولها لكم معلومه عن المكان اللي احنا فيه. احنا طبعا رحنا زي ما قلت شارع اسكندريه، وشارع اسكندريه مفيش احلى من إنك تاكلي مأكولات بحريه هناك. طبعا المأكولات البحريه هناك اسعارها خرافيه. انا هناك بنسال على سعر الجمبري، قالوا لنا 700 جنيه سعر كيلو الجمبري ده ني. لما نروح نشتريه من عند مجدي عشان نعمل اكل، ناكل عنده بقى. في تقريبا في ب 800، ده اللي هو الصغير شويه. وفي طبعا ب 1200، وفي ب 1500. احنا جبنا من 1000 من هو ب 800 ده عشان يجي كيلو ونص. جالنا عند مجدي هناك ما شاء الله الاسعار خرافيه، عشان تعملي وجبه لاسرتين. دفعنا مبلغ وقدره الحمد لله. الحمد لله احنا كنا عاملين جمعيات بقالنا شويه حلوين عشان ناخدهم ونروح. هي الزيارة مكلفة جدا جدا جدا، بس على قد ما هي مكلفة على قد ما هي ممتعة. بأمانة يعني كانت حلوة. قعدنا 6 أيام هناك. الأيام كانت فعلا حلوة، كانت رحلة لذيذة يعني. واحنا رايحين بالقطر طبعا احنا متشوقين ان احنا هنشوف البلد، فمستعجلين ان احنا نروح. واحنا راجعين هو نفس الوقت اللي احنا قعدناه، بس تقريبا عشان احنا نمنا ما حسيناش بالوقت زي ما احنا واحنا رايحين. آه، بس يعتبر ما حسيناش. انا بالنسبه لي انا لان نمت كتير جدا وانا راجعه، لكن وانا رايحه ما نمتش غير حاجه بسيطه. ده طبعا البلياتشو بيعمل لهم قلوب واشكال بالبلالين. في واحد بتاع الخيل برضو اسمه مش عارفه ايه الحلو، حاطين اسم الحلو على بتاع الخيل. فقره الخيل دي الحاجه الوحيده الحلوه فيها اللي هو لما الخيل بيفط
اللي هو المستطيل بتاع النار او الدايره بتاعه النار دي، دايره النار. كانت حلوه بصراحه الفقره دي. هي خطر بصراحه، بس كانت احسن حاجه هو الفقره هو عملوها. انا بس حبيت افرجكم على الفيديو، وكملوه مع نفسكم بقى.